أنا وسمني ريحان، في عمري 26 سنة. أنا البنت الوحيدة بين 4 ذكورة، وكي نقول لك البنت الوحيدة ما عندها المدللة تاع الدار. كانوا كامل يحبوني، بابا ويما فرحوا بيا بزاف نهار زدت، لأنه كانوا حابين تزيد عندهم طفيلة. خويا الصغير كامل فايتني ب13 سنة، ما عندها كي زدت أنا كانوا هما رجال الله يبارك، كانوا يدللوني ويشريوا لي ويخرجوني ويلعبوا معايا. غير اللي ما قلتش عليها، كنت حلوة ونحب نلعب ونتمسخر ونضحك، وكنت شابة وما زالني الحمد لله. كنت بوخدود كما يقولوا لي، وبيضة وشعري أورانج والعينين زروقة ونمش في وجهي، تقول ماشي تزيرية من الأخر. كنت نشبه البابا. وستي اللي هي جداتي، احنا القبائل نقولوا ستي، كانت تعيط لي غير المشماشة. احنا كنا ساكنين في ديار القصبة. بابا مسكين كان على قد الحال، كان صنايعي في الحانوت تاع النحاس، واللي يجيبو النهار يديه الليل، ودارنا كانت قريب تريب على راسنا وما كاش وين نروحو. هذاك ما إلا خاوتي تاني كانوا يخدموا في طوابة لنافيغيو كما يقولوا كل نهار ونهارو، والحمد لله. أنا كي بديت نكبر شوية 6-7 سنين بدأت تبدل حياتي. يما بدأت تعنفني، ولا ما نقولش تعنفني، تضربني بالسبة ولا بلا سبة. من هذاك الضغط تاع الدار والحالة قيس كان دايما تفرغ زعفها فيا وتضربني ضرب مو بريح يا خاوتي، حتى نولي نرعش. وبابا مسكين كي يجي يسلكني تقوله تستاهل باش تتربى، بالرغم من أني كنت عاقلة وشغل ماشي قبيحة بزاف، وكنت نقرا مليح ودايما الأولى في القسم، بصح كانت من الضغط تجي تفرغ زعفها فيا. المهم أنا مع الوقت راني نكبر ونتعقد في حياتي من الضرب تاع يما، ودايما تحسسني بلي نستاهل الضرب. وكبرت معايا عقدة أني دايما نحب نكون ضحية، ودايما نحب نكون مظلومة، وليت باش ننتقم من نفسي ومن الحالة اللي كنت فيها. يعني لا غالب كنت صغيرة وما نعرفش، وليت نسرق الدراهم الدار، نسرق تاع خاوتي تاع يما تاع بابا، ونروح نلعب ونشري بيهم الحلوى وناكل ونخلص حتى البنات ونبزع دراهم هكا. حتى بداو دارنا يفيقوا بلي دراهم راهم يروحوا من الدار. وواحد صاحب بابا بنته تقرا معايا قال له بنتك راهي تمد دراهم البنات وتشري لهم. بابا ما لقاوين يحط وجهه مسكين، اسمح لي يا بابا اسمح لي. وجا الدار عيط عليا ما خلاليش، حتى بكى مسكين. قال لي واش راني منقص عليك، واش راني منقص عليك باش ديري لي هكا، ياك راني نخدم الليل مع النهار. وسمعته ماما وجات حكمتني قتلتني بالضرب، معايا ينحيني من يدها ما قدرش، تضربني كل حيوانات. كان عندها تويو تاع النيلون تضربني به حتى يزرق لحمي ويخلي طراسة. وكنت كي نروح لمسيت يشوفوا لي طراسة ويضحكوا عليا ويقولوا لي يماك تضربك. مع الوقت ولاو يتنمروا عليا ويقولوا لي ما عندكش حوايج وداركم يكرهوك بزاف حاجات، حتى وليت حاشاكم نشمخ فراشي كي نرقد. وماما زادت الضرب تاعها، كنت كي نوض هكاك تقتلني بالضرب وتبعتني نقرا. لحقت بها مرة ضربتني بموش بالي للراس، فتحت لي راسي حتى رحت خيطت. انا ما رانيش حاقده عليها ماما ونحبها بزاف وديرتها فوق راسي، وعلى بالي ضغط الدنيا والفقر هو اللي خلاها تدير هكا. بصح الضرب يزيد يأزم، وانا تعقدت غير من الضرب هذاك والتنمر تاع الناس. ربي يغفر لها ماما ونحبها بزاف. بصح من هذا المنبر نقول للامهات ما تضربوش ولادكم، حرام عليكم ديروا في بالكم بلي هاد الصوالح يبقاو في قلوبهم ويكبروا معاهم ومحال ينساوهم. كنت غير ونصيب كاش واحد يحبني ويحن عليا. ماما تضربني وبابا خدام يجيبوا الليل، وخاوتي يا في القرايه يا خدامين، تلاقاهم غير في الليل لعب معهم شويه وخلاص. كنا كي نروحوا عند دار جدي كان وليد خالي كبير عليا ب20 سنه، كان يلعب معايا ويشري لي ويضحكني، كنت نحبه، كان يهتم بيا بزاف. انا كنت صغيره ما كانش على بالي واش كاين في راسو. المهم جازوا الايام وانا كل ما نروح لعند جدي وجداتي نطلع عند جداتي نطلع عند خالي نلعب مع وليدو، حتى يعني راكو عارفين انسان حب يدنا ليا. شوفوا على بالي بلي راكم داخلين مع القصه، بصح انا هذا ونقري التعليقات ما عجبتنيش. تعليقات يقولوا لي بركي ما تحكي على عفايس اللي ماشي ملاح. انا ما رانيش نحكي على عفايس ماشي ملاح، هذه الحقيقه، تحبوا ولا تكرهوا، ولازم نهضروا هذا الشيء، وهذو قصصكم نتوما منكم واليكم، وهذا الشيء راه يصرى في الواقع، وهذه القصص باش الناس ما يغفلوش على اولادهم. يعني تحبوا ولا تكرهوا، راني نقولها بطريقه محترمه، مانيش نهضر كما يهضروا لي هما في القصه. انا ما نبدل والو ابار كلمات ماشي ملاح. إذا نكمل القصة، تقول بلي حب يقرب ليا ويتوشيني في بلايص ما لازمش ويغلق الباب ويبقى يدير في هذه الأمور. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وإن شاء الله ربي يخلصه في الدنيا قبل الآخرة. المهم أنا ما هدرتش
وما قلت والو، هذا خطأ. ما كنتش على بالي واش راهو يدير، كان حسبت لي راهو يلعب معايا برك. قلت لكم كنت متعلقة به وكنت ندير فيه الثقة، غير هو اللي كان يهتم بيا هذاك الوقت. حتى اللي قدي في العائلة وكانوا يتنمروا عليا وما كانوش يحبوني، سما درت فيه الثقة غير هو برك. وكانوا هما تاني ما يحبوش يلعبوا معايا، ما على باليش علاش، بصح كي يشوفوني بالك ما لبسش كيما هما وما نصرفش كيما هما يعايروني. المهم كبرت وهذاك وليد خالي قعد يتحرش بيا ويزيد في الاذيه تاعو، وانا مع الوقت بديت نفهم وكنت نبكي وندير حاله. هو بلا رحمه يبقى يقول لي نورمال انا نلعبوا وانا نبكي وجامي هدرت. وهذا خطا كبير اللي درته. نقول لكم يا الوالدين، علموا ولادكم يحبوكم ما يخافوش منكم باش يحكوا لكم الصوالح هادو باش ما يكبروش معقدين، شغل صاحبوهم، فهمتوني. جازوا سنين وطلعت للسيام وديت السيزيام تاعي الاولى على مستوى المقاطعه، وكرموني وجات معايا ستي العزيزه ربي يحفظها لي ويجيب لها شفا ان شاء الله. فرحت بزاف هذاك النهار لانني درت حاجه، وماما فرحت بيا وبابا تاني وجداتي، يعني من الفرحه تمشي وتقول بنت وليدي جات هي الاولى. وزيد كنت فرحانه على خاطر كنت راح نلبس الحجاب. رحنا هذيك العطلة للبلاد وجوزتها غير لعبوا بحر، جزت هايلة. لحقت دخلت على المسيد وشراو لي دارنا حجابات زوج وخمارات، وبابا مسكين جاب لي المخيرين، لبسته ورحت فرحانة به. جاز شهر تاع القراية والبنات اللي كنت نقرا معاهم كانوا يتنمروا عليا تان، يقولوا لي طلابة عندك غير زوج حجابات، وانا كنت نبكي وهما كيشوفوني نبكي يعجبهم الحال ويزيدوا يضحكوا عليا. انا كنت نروح للدار ندير حاله بالبكاء ونحلف ما نزيد نروح، وماما تعيط عليا تقول لي واش تريحي ديري في هذه الدار، حبيتي تكمليها كيما راني، وتضربني وتقولي تروحي بالسيف. كنت كي نشوف دارنا ونشوف بابا وخاوتي وكيفاش نهار كامل هما يجروا على الخبزه، وماما تخيط ومن داك دير الميناج في الديار وماشي لاحقين، من داك حتى لي فاكتور حتى نسلفوا باش نخلصوهم. نولي نروح نجيب الطابله تاعي تاع بلاستيك هادوك تاع زمان ونقعد نقرا باش كي نكبر نلقى واش نخدم ونصرف على روحي. كنت صغيره في اللاج بصح كان عقلي كبير بزاف من الفقر والهم. وليد خالي كان دايما يحب يتلاح ليا، ما حبسش بصح انا كنت نهرب. دوك كبرت وعرفت، ولكن كان كل ما تسمح له الفرصه يجي ويتلاح. لحقت البيام، قريت وتعبت، وطول 4 سنوات تاع المتوسط كنت منبوذة وكان التنمر يزيد. كانت عندي صاحبتي واحدة واسمها لمياء، كانت من داك تحامي عليا وما تحبش كيعايروني، نحبها بزاف مازال لي دوك نتفكرها. حبيت نقولها يا لمياء اذا كتسمعي فيا نحبك بزاف وان شاء الله ربي يبلغك الكامل واش راكي متمنيه. المهم تعبت في هذاك العام وقريت وكنت نبات قاعده نحفظ نحلف لي سوجي باش يعطوني الشعبه اللي حبيتها، لانه كنت على بالي بلي نجيب البيام، بصح كنت ندرب على المعدل حتى جبت البيام معدل جد مشرف. وفرحت دارنا وفرحت بابا، كان فرحان بزاف بيا وانا تاني فرحانه، كنت اكثر منهم كاع لانني كنت حاسه بالنصر على الدنيا والظروف وكل حاجه كنت عايشتها. دارت لي ماما حفله صغيره هكا وعرضت لافامي من بينهم وليد خالي هذاك بالمناسبه واسمه سهيل. كرهت حياتي كي شفتو، الفرحه اللي كنت فرحتها راحت كي شفتو. في هذاك الوقت كان في عمره 36 وانا 15. كي راحوا ضياف جات يمه الماما قالت لها سهيل حب يخطب ريحانه. ماما قالت لها بو عليا، طفله راهي صغيره مازال على زواجها، وزيد سهيل كبير عليها بزاف ما راهوش من ندها. قالت لها حب يخطبها برك وكي تجيب الباك يتزوجوا ان شاء الله. ومن بعد كمل قرايتها عنده. انا وليدي ميت عليها ملي كان صغير يقولنا غير ريحانه اللي نتزوج بها. ماما تحلف وتعاود، قالت لها هبلتي ابدا ما نقبلش، واش حبيتي ندخل بنتي تخمم تاع الزواج والدار من دوك، انا بنتي تقرا ودير مستقبلها ان شاء الله. ورفضت رفض قاطع. انا كنت نسمع فيها ونرجف، خفت ومت بالخلعه. قالت لها مرت خالي خمي وشاوري باباها ورجعي لي، وراحت. كي راحت جات ماما لقاتني نبكي وقاعده في الكوانه، جات عندي وسقستني وش بيك؟ بعد فاقت باللي سمعتهم. قالت لي ما تخافيش ما راحش نمدك في هذا اللاج، وش بيكي مهبوله؟ انا تما يعني تهدنت شويه وراح لي الخوف. قلت لها ماما راني حابه نقرا وننجح ونحقق حلمي. عنقتني وقالت لي ان شاء الله ربي قدرني ونقري بنتي وتولي لا تنسى. فهديك اللحظة حسيت بواحد الشعور هايل، حسيت باللي ماما صح تحبني وفرحت بزاف وجاني واحد الأمل كبير، ودعيت ربي يوفقني ونقدر نفرحها نفرح بابا ونخرجهم من هاد الميزيرية. هديك العطلة كنت نخدم مع ماما الخياطة، كنت من داك نعطف لها حاجة، من داك نحدد، من داك نركب قفالي كل مرة وكيفاه،
وماما كانت تعطيني دراهم شغل مكافأة، وانا كنت نخبيهم في الجحيحة. وزيد كي ربحت البيام كامل عمامي خوالاتي وعماتي مدوا لي دراهم وانا خبيتهم. كنت حابه نشري تليفون، راكم على بالكم من الليسي وكيفاه. وزيد خاوتي كانوا من داك هكا يعطوني شويه دراهم وانا نخبي باش نشري تليفون ونشري شويه كتوبه. واحد النهار بابا جا مع العشيه وجاب لي معاه باطا، قال لي حليها فيها حاجه تعجبك. كي حليتها لقيت فيها تليفون جالاكسي اس4. فرحت به بزاف اكثر من اي حاجه في حياتي. من الفرحه وليت نصوتي ونقول عندي تليفون. هذاك النهار ما رقدتش كامل وانا نطلع في تطبيقات ونخرب فيه، وصورت كامل الدار وخوتي ويما وبابا. كنت كل مخلوعه. كان احسن عطله جوزتها في حياتي. وزيد بالزياده خطبنا لخوتي الكبار امين، وزدنا موراه بشهر العادل، ودرنا لهم فاتحه على قد الحال وفرحنا بهم. وانا درت حاله بتصاور ولي بوز. كنت بزاف شابه في الفاتحه تاعهم. كنت لابسه روبا بيضاء وطلقت شعري ودرت تاج تاع الورد فوق راسي، ولبس صنداله بلا. اللي شافوني في الفتحه كامل قاعدين غير يخزروا ويكذبوا باللي انا بنت زبيده اللي هي ماما. خو العروسه كان تما يدور وغير شافني قاعد غير رايح جاي يخزر فيا ويتبسم كي شغل واحد حاب يهدر بصح شم. مور الفاتحه كنت تواصل مع خطيبه خويا، قالت لي بلي خويا ملي شافك في الفاتحه هو يسقسي فينا شكون اللي كانت لابسه الابيض، وقالت لي حاب يهدر معاك. انا رفضت تماما، قلت لها خاطيني تمسخر هذا، وديجا خويا كوني فيق ليه خلات علينا كي انا كنتي، واصلا رانا راح ندخلوا نقراو ماشي كامل وقت اللعب. قالت لي حبي يخطبك، قالت لي هضري معاه خطره وخلاص. بعد الالحاح تاعها قبلت وعطاتو النيميرو تاعي. بعدها بنص ساعه عيط. هدرت معاه لاباس وقال لي نفس الهضره تاع اختو، وانا كيف قلت له ما رانيش تاع تمسخير وخاطيني المشاكل. قال لي انا تاني ما نحبش اللعب، وزيد بزياده قعد لي عام نكمل ماستر ديالي نجي نخطبك، حبيتك تستناي هذا العام برك هذا ما كان. قلت له اوكي. قال لي اذا معليش تعطيني فيسبوك تاعك نبعث لك مين داك نسقسي عليك. مديت له. مع الاول كان غير هكاك خطرات ونبعث لي، من بعد ولا كل هكايا كل مره وبدا يزيد، يعني كل مره يزيد. وانا تاني بديت نتعلق به بزاف. كان يفهمني كي نحصل في قرايتي ويبعث لي كتابات مع اخته ويجيب لي كادو، وهذا كامل ماما ما على بالهاش. تعلقت به وحبيته ولينا نخرجوا ونتلاقاو. مع الاول كان يجيني لليسي، ومن بعد ولا يقول لي من بعد شويه هنا يعرفوك. كان حتى يديني بالطونوبيل وما نقراه السوايع هذوك اللي ما نقراهمش نروح معاه في الطونوبيل نجوز وقت كيف ونرجعوا. على بالي بلي كنت غلطه وهذا الشيء حرام، ما لازمش البنات تصاحبوا وديروا واش درت انا. بين قوسين على بالي هذوك تاع التيك توك يروحوا ينحوا الهضره هذه على بها راهم يهاجموا فيا ويقولوا لي راكي تشجعي العلاقات باسكو تاع التيك توك اللي تسرقوا راكم تقطعوا الهضره هذه على بالي. المهم تقول كان يديني بطونوبيل بالسوايع في السوايع عفوا اللي ما نقراهمش نجوزوا واحد الوقت ونرجعوا. واحد البيريود داروا كراف طويله في الليسيات، بالا كاين اللي يشفاو لها دامت مده هكا شهر واقيلا. كنت نروح نريح في الليسي ونقول ماما نروح نريفيزي مع البنات، وانا في الحقيقه كنت نخرج مع زكريا من صباح العشيه وحنا كيف يقريني واش فاتني بحكم انا كنت علميه وشعبتنا لازم تركزي فيها مليح وحاجه ما تروح لك، وانا كنت نقرا وما نحب حتى واحد يفوتني. كان يقريني ويعاود لي الدروس اللي قريتهم باش كي يخلص الاضراب نكون اجور، ومن داك يديني نحوسو برك. مره قال لي اليوم جورنيه تاعنا نروحو نحيو على خاطرنا ما كاش قرايه. جا تاني من الليسي وشافني هذاك وليد خالي طالعه معاه وانا ما شفتوش. رحنا كلينا حوسنا كي لحقت العشيه جويه الزوج هكاك ولا ثلاثه. قال لي اروحي معايا نروح عند صاحبي نجيب دوزاني غدوه عندي اكزاما هكا باش نجوز الاكزاما ونتهنى وهكا باش نجي نخطبك. قلت له اوكي. رحنا لواحد الدار كان قاعد فيها هو وصاحبه، طلعنا لقيناها فارغه. دخلنا ودرت فيه كونفيونس عمياء. انا قلبي تصير ما فهمتش تقول حسيت. هو قاعد يحوس في الورق باش يفرز دياولو، ومن بعد عطشت قلت له لا معليش نشرب. قال لي دوك نخرجوا نشري لك. انا سكت حسبت له شغل باللي زعف ما فهمتش علاه. ومن بعد حط الورق وجا قعد قدامي شدني من يدي وانا نرجف. قال لي زعفتي؟ قلت له لا علاش نزعف؟ قال لي علاش كترجفي؟ قلت له حبيت نروح. وقعد يغزر فيا وقال لي ريحان ياك انتي تاعي وتستنيني؟ قلت له ايه. قال لي انا نحبك وانتي؟ قلت له انا تان كون ما جيتش نحبك مانيش معك هنا وغاول لفتق الشك خلينا نروح وراح الحال. قلت له ديجا مانيش مرتاحه هنا. خزر فيا واحد الخزره يا خاوتي. انا تما خلاص قلت اليوم منا ما كايش خارجه يا ريحان غير الا صرات الديقه الدم نشف فيا. قعدت يدنا ليا وانا نرجف ونبكي ويقول لي ما تخافيش.
بلا ما نفصل لكم واش صرا، كاين عائلاتهم يسمعوا فيا، هذاك هو اللي راه في بالكم. انا حسيت روحي مشلوله من الصدمه، ما قدرتش نتحرك، قاعده غير نبكي هو شاد راسو بيديه ويقول يا ربي واش درت يا ربي واش درت. هبطنا للطوموبيل وقعد يكالمي فيا وانا نبكي بالشهقه. تقول عمري حتخرج ويسكت فيا ويقول لي والله غير نتزوج بك، مهبوله نخليك انت تاعي. صراحة ندم واش دار، ولكن ضيعني، ربي يغفر له ويغفر لي. حطني قدام الليسي وقال لي ما تبكيش، العشية نجي لعند باباك ونهضر معاه، ما تخافيش راني معاك يا لو كان بالخسارة. وعطاني كتابات جابهم لي من اسبانيا. ورحت هبطت وكملت مشيت للدار ولقيت ماما وخويا يستناوني وباينة عينيهم النار تخرج منهم. هكا باش تتعلموا ما تروحوا مع حتى واحد في طوموبيل، وخصوصا دار فارغه، ديجا اصلا ما لازمش تصاحبوا ديروا هاد الفرصه. خويا ديريكت مع الدخله حكمني بالكتبيات، يدخل فيا للدار ويضرب شكون هذا اللي ركبتي معاه، وانا ما نهضر ما نبكي ما والو غير ساكته، وخويا يضرب ويزيد حتى تغاشيت، حطوني في البيت وخلاوني. من بعد مع العشيه جات ماما قالت لي راهي حيطت مرت خوك وقالت لنا بلي كنت معاها، رحتي انت وياها مع خوها شريتو كتابات. وزكريا كان لحقوا الخبر باسكو وليد خالي راح ليه وضربو، ايا دار هاد القالب. وماما قالت لي سمحي له خوك على بالك مقلق وقاعد يشري لي في الشيكولا ويجي يقول لي سمحي لي ويلعب معايا وانا ساكته غير نخسر. شغل حسبت لهم الشوك تاع كي ضربوني، ما على بالهمش واش صرا فيا وجدي قال لي درتها. مور هذيك الحكايه بسمانه جا زكريا وخطبني من عند بابا، وبابا قال ماما وفرحت وقالت له بصح راه يتقرا مازال الحال، بصح الولد ما شاء الله عليه قاري ولا باس به ما يتعودش. قالها بابا حتى هو حب يحط اليد برك. ايا دارنا قبلو وجاو يسقسوني، انا قبلت باينه ومت بالفرحه لانه ما راحش نقعد نخمم في الشيء اللي صرا. وزيد شكون اللي خطبني؟ الانسان اللي كنت متمنيه يكون راجلي. جاسو الايامات وانا ما نحكيش معاه، قعدت فيا هذيك الصدمه وتعرفت على بنات خارجين طريق، كنت نخرج معاهم نريح معاهم نضحكوا برا نجيحوا شغل نديروا الفعايل تاع الناس تاع البنات اللي ما يسواوش. لحقت ونرجعوني حتى نتكيف معاهم. زكريا شافني جا لليسي وداني، مع الاول ما حبيتش نروح معاه بصح من بعدها بدا يعيط، ركبت معاه ورحنا. كي كنت في طوموبيل شم فيا ريحه الدخان، بدا يعيط ويخبط فيا، قال لي اليوم نهارك. رحنا لواحد الدار دخلنا رماني في الارض، بدا يضرب فيا بالسته ضرب مبرح. شغل ضاقت له كي شافني هكاك وانا قاعده غير نعيط. كي كمل الضرب تاعو تعدى عليا المره الثانيه بكل دم بارد ورجعني وحطني قدام ليسي وراح. قال لي كي نعيط لك الرفدي وراح. انا هبط نمشي ونسحب في روحي كل ميت، تقول راح نموت. جست على باب الواد في واحد الزنيقه يبيعوا فيها غير الاخوه السلفيين. انا وصلت تما طحت غاشيت، فطنت لقيت روحي في واحد المسجد والنساء دايرين بيا ونسمعهم يقولوا ربي يهديها راهي زاطله واقيل، كاش ماكلات باينه فيها ريحه الدخان. نوضوني شربت الماء، ومن بعد جات ليا وحده نصحتني وقالت لي الطريق اللي راكي فيها ما ترديش ربي، ومن بعد خلتني وراحت. انا رحت للدار ومزيان ما لقيت حتى واحد دوشت غسلت حوايجي ورحت حكمت بلاصتي ورقدت. حتى جات ماما نوضتني قالت لي ماشي عوايدك ترقدي داك. قلت لها يا يما الحنينه راني عيانه وحابه نرقد، رقدي معايا. لأول مرة شفت هذيك الخزرة تاع الشفقة في عينين يما، رقدت معايا وجامي في حياتي حسيت هذاك الإحساس ما قدرش نوصفه لكم. قعدت بعد هاد الحادثة 10 أيام ما نخرج من الدار، كنت نقرا غير في الدار، وزكريا كل ما يعيط ما نرفدلوش ولا نغلق تليفون تاعي. ورحت موراها جوزت الامتحانات وعاودت وليت لحالتي، ما ندخل ما نخرج ما نتعامل مع الناس ما والو. ودارنا بداو يروماركيو باللي ما رانيش كيما مداري، كيما سياو يسقسوني ويعرفوا والو. وزكريا غير يعيط ويعاود ما نرفدلوش، اصلا تليفوني ابوندونيتو كامل ما وليتش كامل نرفدو، غير كتاباتي غارقه فيهم ولا لاتيلي. زكريا بعد دخلتو لعندنا تشوف واش كاين، جات وريحت وقصرنا. بعد قالت لي الا تجي معايا نروح نشري. انا ما حبيتش بصح ماما قالت لي روحي مع مرت خوك، ياك على بالك ما يحبش كي تخرج وحدها وكذا. انا قبلت وعلى بالي باللي راح تسقسيني على التليفون وعلى بالي باللي بعتها خوها. خرجنا احنا غير فتنا شويه الحومه ونشوف خوها مقاري. قلت لها على بالي باللي هو بعتك، روحي قولي له. قالت لك ما تزيدش تهضر معايا وما رانيش طالع معاكم، راني نستناك هنا ولا نولي للدار. راحت قالت له هو جا عندي قال لي نهضروا 5 دقائق برك، هذا مكان ونحطكم. وقعد يحلل. انا قلت اليوم نفضها معاه. ركبت رحنا حطينا اختو في واحد الحانوت وحنا قعدنا في طونوبيل. قعد يقول لي علاش ما راكيش ترفدي وصيتك ومنا، وانا غير ساكته ونشوف فيه. بعد قال لي على بالي راني غلط، بصح تستاهلي انتي وصلتي روحك بالخماج اللي راك ديري فيه، سينو جامي نضربك انا ولا ناديك. انا هو قال لي هكا ونكلطيت بالبكا.
قلت له شكون اللي وصلني لهاد الحالة؟ انت كنا لاباس بينا، كنا رايحين نتزوجوا، كنا نضحكوا، كنا نحبك وتحبني، انت رحت بسد كلش. واش درت؟ دخلتني في حيط حياتي قلبتها، وبسبابك رحت لهادوك البنات، وبسبابك علموني الشيشه والدخان ودعاوي الشر، وزدت حكمتني ضربتني ضرب تاع يهود، وزدت فعلت فيا الشيء اللي ما لازمش. قلت له نقول لك زوج كلمات ونفضوها دوك، ما تزيش تحوس عليا، ما تبعت لي، ما تعيط لي، ما تبعت لي اختك، ولا اقسم بالله غير نقول لخويا، واللي حب يصرى يصرى، فهمت؟ قال لي كيفاش هادي وانت تاعي وكذا واللي صرا بيناتنا وكذا. قلت له انا اصلا عيفتني في جنس الرجال، ما راح نحوس على حتى واحد، اخطيني برك. هبط من الطوموبيل، دخلت عند اختو، قلت لها راني رايحه للدار، عيط لراجلك، قولي له بلي راكي موليه مع اخوك. ورحت، كنت شويه بعيده على الدار، ركبت في البوس، هبطت في باب الواد، فكرت نهار ضربني وحطني وراح. رحت من نفس الطريق، وهذاك المكان يبيعوا فيه كتب دينيه واقمصه وجلابيب. دخلت لواحد الحانوت قاعده نشوف في الكتب، شفت واحد الكتاب اسمه الداء والدواء. يا خوتي الكتاب هذا هايل، انا ويعجبني، تاع الامام ابن القيم رحمه الله. جاني السعر شويه غالي، طلعت للدار قلت لخويا مدلي دراهم، ورحت شريته. وزاد عطاني من الحانوت واحد الشيخ كبير الله يرحمه، عطاني صفة صلاة النبي وأحكام النساء هدية وسواك. شحال الفرح، طلعت نجري للدار، حطيتهم ورحت باش نقرأ. قلت نبدأ بتاع الداء والدواء ومن بعد الأخرين. رحت جبت الماء من الكوزينة وشوية ماكلة باش ما نوضش كامل، وأنا في الكوزينة أذن العصر. ويا خوتي تقول أول مرة نسمع الأذان حسيت واحد فرغ عليا ما بارد، ما نعرف واش حسيت، كامل قاعدة نخمم، قلت علاش ما رانيش نصلي، راني كبيرة وبالغة. رحت نجري، توضيت، صليت العصر، ورحت لشمبرتي، شفت الكتاب تاع صفة صلاة النبي، قلت لا ما أنا نبدأ به هو الأول ومن بعد الآخرين. أنا بديت نقرأ وعرفت بزاف أمور باللي لازم نطهر ونغسل غسل الجنابة. رحت لجوجل نحوس على خاطر بزاف أمور ما فهمتهمش أصلا، ما نعرفهمش، وننصحكم تتفقهوا في دينكم، ابحثوا، دوكا كلش متوفر، ما تجيبوا حتى حجة. رحت نروشارشي في جوجل، لقيت انه تارك الصلاة كاين علماء يقولوا عليه كافر، ولازم يتوب ويغسل الغسل الاكبر ويصلي ركعتين تاع التوبة، ومن بعد يصلي واش فاتو هذاك اليوم يعني. وزدت رحت شفت كيفاش تكون التوبة وكيفاش نصليها وكيفاش يكون الغسل الاكبر، وبزاف امور ما كنتش نعرفها. انخلعت، بكيت حتى عينيا تنفخوا، بكيت على حياتي اللي ضيعتها، على ديني اللي ما عنديش، على روحي، على كلش. رحت دوشت وتوضيت وحطيت صليتي، بديت نصلي. بالك اكتر صلاة حسيتها خرجت من قلبي هي هذيك الصلاة عفوا. مجرد ما سجدت انفجرت بالبكاء، بكيت بكاء تاع عمري كامل بكيتو، ما قدرتش ما ندعي. من بعد رفعت من السجود وزدت سجدت وزدت بكيت حتى ما قدرتش نتنفس. قلت حاجة واحدة، يا ربي اغفر لي، اهديني يا ربي، اعني. ونط كملت صلاتي وانا دموعي ما حبسوش كامل. حكمت بلاصتي وقعدت نقرا في هذاك الكتاب، كملته هذيك الليله، تخيلوا. وكل ما يأذن نوض نصلي ونحكم بلاصه. غدوه من داك فتحت كتاب احكام النساء، فيه 2 مجلدات، قريت وعرفت بزاف امور كنت نجهلها ولازم احنا النساء نتعلموها. قعدت هكاك اسبوع، وماما عجبها كي شافتني نصلي ونقرا ونعاونها في الدار، فرحت بيا بزاف. خرجت الريزلطة وديت 11، جامي في حياتي ما ديتها. ماما قالت لي وش بيك ومنا، قلت لها العام الجاي نعوضها. كشفتني هكاك ما هدرتش معايا. جوزت الصيف هكاك وغلقت الفيسبوك وفتحت واحد جديد وبدلت نيميرو تاعي وكلش، وكل ما يخلص لي كتاب نشري واحد جديد. واحد المرة رحت نشري واحد جديد، لقيت مع زكريا قاعد يمشي مورايا ويحبس فيا وانا نغاول باش ما يلحقنيش، سبقني وحبسني. قال لي علاش كديري هكا، بانت لك من جهة واحدة اخرى، قصيتيها معايا قلت له لا كرهتك وكرهت هاد التمسخير كامل. قال لي ديري في بالك بلي ما راحش تقدري تتزوجي مع غيري، وراكي على بالك واش كاين. قلت له على بالي بلا ما تفكرني، ودوك روح خطيني خير من خاوتي يشوفوك معايا. قال لي نوصيك حاجه، بالك نشوفك صغتي منا ولا منا، والله غير ما فوتها لك وراني نعس فيك. جاز الصيف وقربت الدخله، وكنا نوجدوا العرس خاوتي، درناهم في نهار واحد بحكم خاوتي قيس حبوا يتشاركوا ويديروا عرس واحد. انا التهيت في العرس والتوجات، وكنت مع ماما نوجدوا في ديور العرايس، نسيقوا ونصبغوا، لانه خاوتي كي كراو ما لحقوش المصاريف تاع الصبيغه وكذا. خدمنا انا وماما وبابا ورجعنا لهم ديورهم تهبل. بابا كان مستكلف بالامور تاع البريكولاج وكذا، وانا وماما نيطواياج وصبيغه. كملنا اموراتنا وجوزنا التعلاق تاع العرايس الحمد لله، والحق العرس
هذيك الصبحة ديجا الحالة ما تبشرش، حوايجي تبحروا. ماما تقلقت على القضيان وطياب وتفرغ زعفها فيا. المهم خالوطة وخلاص. جوزناها كما كان الحال، والحق الوقت باش نروحوا نجيبوا العرايس. تفاهمنا أنا نركب مع مرت الكبير خد زكريا، وخالتي تركب مع مرت الصغير. المهم رحنا سبقنا بالكبير كما تفاهموا العرايس بيناتهم. جبناها ورحنا للتانية. كي لحقنا وجات تخرج جدها قالت لنا عوايد ناخذ العريس تركب مع العروسة، وبدات تدير في المداهش وكهدا وما كفاش خرجوكم في نهار واحد وماشي مليح ودارت حس كبير. مرت خويا الاول قالت لي معليش اركبي معاها. رحت انا وركبت معاها وخوتي ما عجبهمش الحال كي دارت لهم هكاك. كي لحقنا للدار تانيت قالت لهم بنت وليدي هي تدخل لولا ولا ما كاش، زدنا درنا لها قسطوها يا سيدي. لحقنا باش تمد لهم ماما الحليب والتمر، قالت تبداي بنت وليدي ومن بعد الاخرى، وقدامها وما حشمت ما والو. العروسه الاخرى مسكينه تبكي بالشهقه، تقولنا غير معليش. ماما هنا زعفت وما عجبهاش الحال، قالت كيما دخلوا كيف كيف يشربوا الحليب كيف كيف وياكلوا تمر كيف كيف، وعندها الحق في هذه على خاطر خلاص قرعتها الاخرى مسكينه غير تبكي العروسه الاخرى. المهم جوزناها وجاز عرس كامل، ويما زكريا تبريزونتي فيا وتقول لهم عروستي ومنا، وانا حشمت نعكسها بين وليدها هو اللي قالها. كي خلص العرس وكامل خاوتي راحوا لديارهم والضياف راحوا، قعدوا غير موالين الدار. كنا نرفدوا في الماعن، انا كنت رافده قفطاني بيد وشاده قفه فيها الماعن بيد، ولابسه كلاكات مع اللي نجي نهبط في الدروج وكان غازو سايح ونتقلب بيا بالماعن. يا خاوتي وليت كامل دمومات، نجرحت بارتو خاصة ظهري ورجلي حاشاكم من تحت، حلت بزاف وكان لازم نروح للطبيب. خاوتي راحوا مع نساهم وخاوتي الاخرين راحوا يوصلوا العرسان، وبابا راح يوصل عماتي. كان غير زكريا وعمي ما عندوش طونوبيل، وكي قلنا له ارواح معايا ما حبش، ما عرفتش علاه. اداني غير زكريا وجات معنا يماه ومرت خوه. خيطت ورجعني للدار. كي كنا راجعين حط يماه ومرت خوه باش نبقى غير انا وياه. انا فقت له طلع في الطونوبيل وقال لي راكي مليحه عمري. قلت له ما رانيش عمرك، فهمت؟ كون خممت فيا نهار ضربتني وما تهضرش معايا، راني قلتها لك وراني نعاود فيها. قاعد يقول لي خفت عليك وعلاش راكي ديري لي هكا، وياك طلبت منك السماح وعلى بالك بلي نحبك ونموت عليك، وهذاك الخرطي اللي ما يخلصش. وقال لي انت تاني خسرتي معايا، انت اللي بروفوكيتيني. انا قعدت غير ساكته وما رجعتلوش. وكي وصلنا هبط من الطونوبيل وكلمه ما قلتهاش. لقيت ماما تسناني، هي عاونتني نطلع للدار وهو قاعد غير يشوف فيا. انا شفت فيه وقلت له يعطيك الصحه، ودخلت تكسلت في بيتي وبكيت حتى قلبي وجعني. مازالني نحبو كي نشوفو نموت، وكي نفكر واش دار فيا واش درت في عمري نكره حياتي ونحب لو كان غير نموت. بكيت حتى داتني عيني ورقت. غدوه من داك درنا فطور العروسه وجاو كامل يطلعوا عليا وانا غير مكسله، وماما دارت كلش وحدها. جازو يامات العرس وتهنينا كل واحد راح لدارو. انا كان لازم نقعد مكسله حتى تبرى رجلي على خاطر الجرح جاني من تحت يتسمى ما يمكن نوض، لازم لي بيكي. كنت كل يوم نتفكر كامل واش صرالي في حياتي حتى طفولتي وبكيت عليها. بكيت على زكريا اللي حبيته صح ودار فيا واش دار بلا سبه، وبسبتو دخلت الامور هذوك اللي ماشي ملاح، وليت نتكيف وندير الشيشه. بكيت حتى حكمني اكتئاب وما وليت نهضر مع حتى واحد، غلق على روحي وقاعده. تفكرت الكتاب تاع الداء والدواء، رحت جبته وقاعده نقرا. كنت كل سطر نقراه نتحسر على حالي والحاله اللي وصلت ليها. الكتاب هذاك هو اللي عاوني باش نتقرب من ربي وباش نتجاوز واش صرالي ونقول قدر الله وما شاء فعل. هذاك ماضي وربي سبحانه يغفر لي، لازم دوك نبدا حياه جديده. وكما كان الحال بديت نحفظ القران في الدار وصلاتي ما نضيعهاش. بديت نقرا ونبحث في ديني، لقيت حاجات بزاف ما نعرفهمش ومقصره فيهم. كرست وقتي كامل في الكتب والقران والدار والشغل. كنت حابه نولي امراه صالحه كما كنت نقرا في الكتب. دخلنا لمسيت وهذا العام الدوزيام كنت علوم تجريبيه، كان لازم نزير ونقرا. وعدت ماما. تعرفت على واحد طفله واسمها مريم، ربي يفتح عليها ويجازيها عني كل خير. كانت اخت بالجلباب وملتزمه، وكنت نقعد معاها غير هي ونحب نخرج معاها، وحتى هي يعني احتواتني وما نفرتش مني، مع انها كانت تعرفني مع من كنت ندور. كانت تديني معها المسجد نحفظ القران ونذاكره ونحضروا حلقات تاع الدين ونقراو العقيده والفقه والاصول ونتعلموا. وحببتني في الدين وجبدتني لطريق الصواب. كنا ما نتفارقوش أبدا سواء في المسيد ولا في الهاتف. تذكرني بصلاتين نستفادوا بالكتب وبواش قرينا نشروا كتب كيف كيف. كانت يعني نعمة الصحبة. كانت صحبتنا يعني الصحبة تاعنا صح في الله. كانت تحببني عفوا في الجلباب وفي الستر، وانا حبيت الفكرة وقررت نلبسه. قررت نروح عند ماما ونقولها راح ندير جلباب.
ماما كي قلت لها فرحت بيا وما منعتنيش. رحت نجري انا ومريم، شرينا جلباب واحد راني شافيه كان كحل، وجيت جامي ما حسيت بهذيك السعاده. بيت نتخايل ما جاي يطلع الصباح غير بالسيف، نط الصباح لبسته وخرجت، وكل عادة لقيت زكريا في الحومه. صراحه هاد المره فرحت، قاعده نقول دوك يفرح كي يشوفني. خزرت فيه وتبسمت، هو الضحكه اللي شتها في وجهه جامي شتها، حسيت باللي شغل فرح كي شافني. كان جاي لعندي انا غير شفته جاي رحت نجري، لانني قررت مع نفسي باللي خلاص ما زيد تربطني به حتى حاجة حرام، وديجا واحد كي يخلي حاجة لله يعوض ربي أحسن منه. وكنت متأكدة كي تكون حاجة حرام ونتركها لله عز وجل، متأكدة باللي يا يأتيني به يعوضني خيرا منه. هو الصح استغرب من التصرف ديالي وقال لختو وعيطت لي، وانا قلت لها كامل وش يلزم. قلت لها انا وخوك تمسخرنا بزاف، ربي يغفر لنا، وانا ديسيديت باش خلاص نقطع اي حاجه توصلني به، وما نحبش يزيد يبعث لي ولا تحكي لي عليه اطلاقا، لانه هاد العلاقات تدي غير الهلاك، واللي حب صح ما يخليش الطرف الاخر يغضب الله عز وجل على جاله. مرت خويا تشوكات من هدرتي، شغل تحول جذري، وكما تقول لي هي اختينا اورانج، شغل في ظرف اشهر تبدلت كليا. المهم نهار اللي لبست فيه الجلباب ورحت الليسي وتلاقيت مريم، كي شافتني شبعنا بكى انا وياها. قاعده نقولها مريم هذه انا، هي تقول لي ايه انتي ربي ثبتك. المهم السنه الدراسيه هذيك جازت هايله، كنت بين الليسي وطالب العلم الشرعي، والحمد لله توفقت ليهم في زوج، وكنت نجيب معدلات مشرفه دايما مع الاوائل. وفي المسجد الاساتذه تاوعي كامل كانوا يحبوني ومنبهرين كيفاش في عام قدرت نتفوق، الحمد لله توفيق من الله عز وجل. طوال هاد المدة كنت دايما ما تجيني في راسي هذاك النهار المشؤوم، ونحس بالذنب ونبكي حتى نرقد بلا ما نفيق. وزكريا ما زدش كامل سمعت عليه، كنت حابة إنسان نفرغ له كامل وش كاين داخلي، بصح ما كاش، وهذه حاجة ما تتحكاش. قررت باش نقول لصاحبتي مريم على الأقل نتنفس ونرتاح شوية، وبالك تساعدني مكاش حل. نط غدوة من داك خلاص مقررة نحكي لها، عيط لها قلت لها اليوم نجيك للدار نسحقك، وكنا في العطلة. طيبت كيك ورحت عندها، غير فتحت لي الباب لقاتني نشحق ونبكي، تخلعت دخلتني نجري وقاعدة تسقسي فيا واش كاين. بديت نحكي بلا مقدمة وهي مصدومة مخلوعة وساكتة. كي كملت تنفست من قلبي، قلت اوف ارتحت ومسحت دموعي. مريم تبكي بالشهقة وتعنق فيا وتقول لي ربي عوضك يا ريحان، ربي عوضك ما تخافيش، الصبر جامي يروح هباء. وقعدنا هذاك النهار بكينا وشكينا وفرغنا كامل وش كاين في قلوبنا، وصلينا العصر كيف وخرجت مولية للدار. كي لحقت للدار ماما قالت لي عسلامة العروسة، نهار الخميس يجي يشوفوها وهي هاملة في الزنق. قلت لها وش من عروسة؟ قالت لي انتي شكون؟ انا ركيبي في شلو. قلت لها وش من عروسة وش من شوفة؟ قالت لي كيما راني نقول لك نهار الخميس يجوا يديروا الشوفه والخاتم. قلت لها شكون هادو؟ كيفاش هادو يجوا يديروا الخاتم بلا رؤيه شرعيه بلا قبول بلا والو؟ علاه دار سموح؟ ماما قالت لي شافوك وكملوا خلاص، زكريا راهو جاي يدير لك الخاتم نهار الخميس، خلاص بردتي. هنا كتبت لي لبنى اختي الهضره تلفت لي، ما لقيت ما نقول. دخلت لشومبرتي غلقت الباب وعيطت لمريم، حكيت لها. مريم قاعده تضحك، قالت لي الخير فيما اختاره الله. انا قلت لها كيفاش نزوج به وما يصلي ما والو، يسمع الغنى وخلي وزيد ما رانيش كيما قبل، محال نتفاهموا في العقليه. قالت لي شوفي انتي ديري رؤيه شرعيه واستخيري ربي سبحانه، واذا ما قبلتيش واحد ما راح يسيف عليك، انتي توكلي على ربي وهو يوفقك باذن الله. انا ارتحت لكلامها ودرت كيما قالت لي، وكنت كل يوم نوض نصلي قيام الليل وندعي ربي ونستخير، ما نكذبش عليكم كنت نقول يا ربي بعدوا عليا. لحق نهار الخميس وانا نقول راني قاعده على الشوك ولا على الجمر، ودارنا حسبت لهم راني فرحانه ومتحمسه، وانا والله غير ندعي في ربي باش يبعدوا عليا. جاو دخلت يماه ونسى خاوتو واختو اللي هي مرت خويا وجداه، حلوا فامهم فيا. صح كنت شابه، كنت لابسه جلابه موف كلاغ وديمول هكا في رجلي حاشاكم، وشعري بوكليتو ودرتو كنت شوفال، وطلقت لابتيت ماش. قاعدين غير هكا يخزروا فيا، عجزتي غير تشكر يا سعدي بمرت وليدي، وانا غير نتبسم في الابتسامه الصفراء. بعدها جا خويا قالنا زكريا حب يشوف ريحان، وانا المشاعر تخلطوا، ما عرفت نبكي ولا نضحك ولا نحبس كلش. كنت نمشي خطوه للقدام و10 للور، ودخلت قاعده نخسر ومشوكيه قد ما نوصف لكم، ما تامنوش الشوك اللي كنت فيه. كدبت عيني قاعده اقول وقيلا راني دايخه ولا هبط لي السكر، محال واش راني نشوف. زدت حققت مليح، لقيت زكريا بالقميص واللحيه والطاقيه ومريح يخسر في الارض. خزرت في خويا حاير، حسبت له كشمه بيا وانا مبكمه ما فهمت والو. زكريا رفد راسو وخزر فيا قال لي السلام عليكم.
انا مش شوك باش نقول وعليكم السلام. قلت له لا بس الحمد لله وانت. قال لي وشنو؟ قلت له شنو؟ سكت وخزر في خويا قال لي ردي السلام. قلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدا يهدر وانا كون نقول لكم ما سمعتش كاع واش كان يهدر، ما تأمنوش، قاعده غير نخزر ونحوس على تفسير على واش راني نشوف. قال لي المفروض تعرفيني بلا ما نعرف نفسي، وحبيت اليوم نجي ندير رؤية شرعية لأنه أول مرة ما درناهاش، وانتي من حقك تقبلي ولا ترفضي، وماذا بيا تقبلي أكيد. أنا بلا ما نحس قلت راني قابلة. خويا خزر فيه واحد الخضرة وجهه ولا طوماطيشة، قال وش هاد الفضيحة. زكريا قال لي إذن على بركة الله، ونخرج وانا رحت لعند نساء قاعده نخسر فيهم كي البهلوله، وهما يقصروا وانا غير صح صح. المهم كي راحوا خويا دارني حكايه في الدار، قاعد غير يعاود راني قابله. يا اخي كاليدي يا اخي سماني راني قابله هذيك السمانه. المهم عيط لمريم، حكيت لها تشوكات كتر مني، قلت لك اللي في يد ربي ماشي بعيده وجامي تفقدي ثقه بالله. غضبه من ذاك رحت عند مرت خويا قلت لها واش راهو صاري في الدنيا، ما تقولي ليش ما على بالك بوالو على خاطر نخطك. ضحكت وقالت لي شفيتي نهار قلتي لي قولي لخوك كذا وكذا، انا رحت قلت له بالحرف وهو زعف. قالنا بالك تزيدوا تهضروا عليها، وما انا زعفت يعني كي قلتي لي ما نحب نسمع عليه حتى حاجه، ما استحكيت لك والو. قالت لي موراها بشهر بدا خويا يتبدل حاجه بحاجه، وكيما راك تشوفي واش صرا واش دار، ما على بالي شويه يحكي لك تزوجوا. المهم جازت الحكايه وتفاهمنا نديروا العقد الشرعي عفوا على شهر، يعني قبل الدخول المدرسي، وكي نجوز الباك ان شاء الله العرس. درنا العقد الشرعي ودرت حفله صغيره، وكان واحد من احلى ايام حياتي الحمد لله. فرحت ودارنا تاني فرحوا، جوزناها شابه. بعد العقد الشرعي ما كناش نهضروا كامل في تليفون، وراح تسقسوني علاه. انا حبيت اولا باش ما يكتروش المشاكل والدواس وباش علاقتنا تكون نظيفه، وثانيا كان عامي تاع الباك يعني لازم نزير. فات العام غير قرايه وفي المسجد، وتعبت هذاك العام بزاف ونقصت في الوزن بزاف، وكنت بين تروسو والمسجد والباك، وسيت نوفق بيناتهم كامل، والحمد لله تعبي ما راحش هكاك. جبت الباك معدل 14.68، معدل اللي يخليني ندير واش كنت حابه، ودارنا فرحوا بيا بزاف، خاصه ماما مسكينه تعبت معايا هذوك الشهور كامل، حاجه ما كانت تخليني نديرها. درت حفله صغيره وعرضت فيها صحاباتي واهلي وناس داري، وفي هذيك اللمه حددنا موعد العرس اللي كان بعد شهور. وزكريا بعث لي مع يمه قال لي الكادو تاع الباك راهو في دارك كي جيت تلقايه. هذاك الشهر جاز ضغط جامي حسيت به الباك، وما تضغطش هكاك، مع اني ما كلفتش نفسي عفوا كامل لا في العرس ولا في والو، درت كلش قيس. الحق اليوم الموعود، وكنت مقررة ندير عشاء في الدار للعائلة، وفي الليل يجي راجلي يديني كيما كان الحال. لبست بدرون في الغوص وماكية خفيف وشعري طلقته باينة هو الشارم ديالي. جوزت ضيافي ولحق الوقت باش يجي راجلي يديني. دخلت لبيتي صليت المغرب، نحيت البدرون ولبست لاغوف ديالي، كانت روبا فولاغ بيضة طويلة جاتني تهبل، ولبست جلبابي ونقابي وقفازاتي، نعم سيداتي. وخرجت من الغرفة لقيت ماما واقفة عند الباب وتبكي، عنقتني وقالت لي سمحي لي يا بنتي إلا كاش نهار زعفتي مني. سلمت على راسها قلت لها انتي اللي تسمحي لي يما العزيزه. عنقت بابا وخوتي وخرجت. واش نحكي لكم يا خوتي، اكثر شعور يقتل هو شعور كتجي خارجه من دار باباك مهما كانت. خرجت وانا نبكي كيما البيبي ونتفكر كاع واش جوزت في هذيك الدار. في نفس الوقت كنت فرحانه لاني رايحه عند الراجل اللي حبيته وعمري ما حبيت غيره. ركبت انا وياه وجاو مورانا ماما ويماه وخوتو وخوتي باش يديروا لي كورتاج، ووصلوني لداري وراحوا. دخلت انا وراجلي لدارنا وغلقنا بابنا، وحسيت واحد الشعور وكاني اول مره نشوفه، وكانه هذا الانسان جامي عرفته. كنت بزاف حاشمه منه، شغل كيما تعبه بالحاره قاعدين في زوج ساكتين. بعد هو قال لي الدار دارك يا سيدة قلبي وسيدة نساء الدنيا، انا ما نكذبش عليكم مت. وفي نفس الوقت جاني الضحك، تقول راوي تورني اول مره نسمعه يهضر بالعربيه. دخلنا صلينا 2 ركعات، ومن بعد حط يده فوق راسي وجاب هذاك الدعاء اللي قبل دخول بالزوجة. ومن بعد انا نحيت الجلباب ووقعت مبهور في الزين ديالي احم. ومن بعد جوزنا احلى ليلة في حياتنا كامل. غدوة من داك كان العشاء تاعو، لانه عشاء غير رجال، ونسا دارت يماه قهوة. المهم نط درت له قهوه وجدت له حوايج قهوينا كيف قصرنا، وجا خارج قال لي سمعي العشيه عندنا ما نحكو، ما تقوليش نسى الكادو تاع الباك، العشيه كنجي نوريهولك. انا زدت شويه نط وجدت روحي، سقمت الحاله ولبست ماكيت، هبطت عند عجوزتي
فطور العروسة على بالي خلطها لكم، هو دار عشاء للرجال في المطعم ونسى شغل دارت شغل يماها كان قبل دارت قهوة، وفطور العروسة داروا بيناتهم أهلي وأهله. المهم راكم فهمتوا، جوزنا فطور العروسة وجوزنا عرسو هذاك وفاتت والحمد لله. كي جا العشية قعدنا تعشينا وقصرنا شوية، بعد قال لي أو جا وقت الكادو تبعيني، اداني لواحد البيت حل الباب، وكان احلى كادو في حياتي. كان عبارة عن مكتبة ومصلى في البيت، كانت غرفة فرشة كامل طابي وزوج حيوط كامل مكتبة فيها كتب ما شاء الله كامل واش كنت نتمنى نشري، وفيها فوتاي صغير ومكتب صغير، وفيها حامل مصحف تاع الصلاة. يعني كانت عبارة عن استراحة كتب. أنا بلا ما نفيق صوتيت عليه وعنقته، قال لي بشوية بشوية مرتي مازالي مانيش مؤمن. المهم قعدنا تما ورا لي الكتب، سماهم لي ورا لي الأماكن وكلش، ومن بعد قاعد يحكي لي كيفاش التزم. قال لي نهار اللي قلتي لي هكاك قلبت الدنيا في الدار وقلت باينه لقات كاش واحد ولا. جوزتها سمانه كامل تفكر في هالدار تكون تكيف، وصحابي موراها جاو داوني عفوا سهرنا في واحد الدار مع البنات وبزاف تفاصيل ما حبيش نذكرهم لك. قالت لي اختي لبنى، قال لي اذن الفجر وحنا مازلنا هكاك المنكر داير حاله، وفجاه وهما هكاك ضربت زنزله. قال لي قاعدين نجرو نتخابطوا في بعض ما صبنا ما نديرو، وانا خفت تقول خلاص اليوم نموت، وقاعد ندعي نقول يا ربي لا ما رانيش واجد، يا ربي والله ما نزيد نعصيك. وكنا كامل سكرانين. جازت الزلزله هذيك بالخف، هي عباره عن ثواني بصح. نط رفت المفاتح تاوعي وقلعت بالطونوبيل وطرت للدار. قاعد نتفكر واش صرالي كامل هذاك النهار، حياتي جازت عليا في ثواني. من بعد فكرتك انتي، تفكرت كي قلتي لي اللي يحب ما يخليش اللي يحبو يعصي ربي على جالو. قاعد لي الكامل وانا نتخبط، عيني ما غمضتهاش، خفت دعوتك تخرج فيا، خفت نموت وانا هكاك السهرات والشيشات والدخان وصلاتي جامي خممت نصليها، خفت كاش نهار تجيني الموت وانا غير نعصي في ربي. نضوجت وتوضيت ورحت الجامع باش نصلي الفجر. كي دخلت لقيت الشيوخه وشويه اللي جان تقريبا كامل باللحيه. قاعد نقول علاش هادو هكا يتشددوا في الدين، حرت قاعد غير نخمم. بعدها صليت وطلعت للدار، حسيت بواحد الراحه لا توصف. رقدت شغل بيبي. غدوه من داك نوت صباح وديرك نوت نقرا في القران. واش صرالي هذيك الليله؟ قعد لي مره في حياتي ما قدرتش نعاود نولي لحياتي نورمال. كنت نسيي وقتي نجوزو غير في الصلاه والقران. كنت داير في بالي نوجد روحي للموت، نوجد السنين هذوك اللي ضاعوا مني. أذن الظهر توضيت وهبطت للجامع صلينا. من بعد ريحت تما، كان قاعد واحد الأخ باللحية ومقصر الثوب تاعو ولابس قميص. رحت ليه وجهت له كلامي، قلت له السلام عليكم معليش نريح. قال لي طبعا. ريحت معاه وقاعد نسقسي فيه، قلت له يا خويا حبيت نسقسيك على اللحية والقميص، وعلاش تخلوها هكا تكبر؟ ياك الدين تاعنا يسر ماشي الدين عسر، تقدر تنقصلها وتسقمها. هذاك الأخ ضحك وقال له صح تقدر تنقصلها، بصح هل يجوز نقصلها؟ لازم نقرأ ونعرفوا ونجيبوا الأدلة من الكتاب والسنة، ماشي نهضروا واش يهضروا الناس. وزيد القميص هذا والثوب القصير لباس النبي عليه الصلاة والسلام، وحنا أمرنا باتباعه واتباع سنته وباش نكونوا من أهل الجنة. قلت له واش دخل الجنة في اللحية واللبسة؟ قال لي تعرف الحديث تاع النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال له ياك تحب تدخل الجنة؟ لا. قلت له إيه. قال لي ما لا، تبع النبي عليه الصلاة والسلام وتبع ما جاء في الكتاب والسنة. قلت له يتسمى لازم نلبس القميص ونعفي اللحية؟ قال لي لا ماشي هكا ناخذ الدين من عند الناس، لازم حتى نبحثوا ونحوسوا على الأدلة الصحيحة باش نطبقوا عن يقين واقتناع. قال يا أخي الانترنت فيها كلش، والمشايخ راهم ما شاء الله راهم بزاف، والكتب متوفرة، اطلع على دينك وتم تعرف الصح والصواب. حسبت كلامه كدوة، شكرته وصلينا العصر كيف وعرفني على روحه. كان اسمه عبد المؤمن ومن تما كلنا صحاب. بالمناسبة عبد المؤمن هذا تزوج بصاحبتي مريم، انا وريتها له، ودوك عندهم طفله وعايشين احلى عيشه. ما عرفها ما عرفاته ما تصاحبوا. هذا دليل على انه العلاقات الغير شرعيه ماشي معيار للحب والنجاح العلاقه الزوجيه، والعلاقات الغير شرعيه يدو غير الهلاك والخلطه. وحكايتي اكبر دليل، وماشي حاله ولا زوج بداو حياتهم بعلاقه غير شرعيه وصدقت معناتها كامل كيف. احيانا ربي سبحانه يعطيك حاجه في الحرام يحرمك منها في الحلال، ممكن ذريه، ممكن مال، ممكن راحه البال، فهمتوا؟ اذا خلوها على الله وهو
يسوق إليكم رزقكم حيثما كنتم. المهم نكملوا. قال لي رحت للدار قاعد غير نحوس كامل واش كان يقول لي، وليت نروح معاه الحلقات ونحضروا دورات علمية كيف كان يديني بزاف عند الشيخ فركوس، وتعلمت في هذيك المدة القصيرة حاجات بزاف مهمين ما كنتش نعرفهم. عفيت اللحية وانا مقتنع بها، والتزمت على الصح، وكنت دايما ندعي ربي يغفر لي ذنوبي، وقسمت على نفسي ما نخليك تضيعي مني. ودوكي ما راكي تشوفي رانا كيف وبإذن الله الهدية تاع العرس راح تكون عمرة أنا وياك. وهو يحكي لي وانا نبكي، قاعدة نقول سبحان الله كيفاش الإنسان يعني ربي يقلب حاله من حال إلى حال. وطرت بالفرحة كي قال لي نروحوا عمرة بيان سور، شكون ما يحبش يروح لبيت ربي. خزرت فيه وقلت في قلبي هذا هو العوض اللي كنت متمنياته في حياتي. جوزنا ايامات بزاف هايلين، ورحنا حوزنا داني البجاية وجوزت فيها أحلى أيام حياتي. بعدها ولينا بديت نخرج عفوا في الباسبور، وغير وجيت رحنا لواحد الوكالات على الحج والعمرة ودفعنا ورقنا، وكانت عمرتنا بعد 25 يوم. وجدنا روحنا وكلش وتوكلنا على الله. كانت رحلتنا فيها 21 يوم، قعدنا 4 أيام في المدينة، واحد الأجواء واحد الراحة تماك سبحان الله. اللي يروحوا كامل يقولوا أنه المدينة جوها خاص، شغل تحسي بواحد المشاعر هايلة بزاف، تحسي أنك عايشة في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتصلي في المسجد النبوي شيء لا يعادل يعني كنوز الدنيا. بعدها رحنا لمكة، درنا مناسك العمرة تاعنا، وانا كي كنا رايحين لمكة تعبت بزاف في الطريق، قاعده حاشاكم غير نرد والدوخه وحاجه ما نقدر ناكلها، كلش عفتو واللي ناكلو نردو. وقعدت هكاك مده اسبوع. داني راجلي المستوصف اعطوني ادويه وقالوا له عندها تسمم غذائي، ممكن يعني لازم ترتاح وتشرب دواء. كيما كان الحال قعدت 3 أيام غير في الفندق وراقده. بعدها تحسنت شويه، ماشي حاجه يعني، بصح قلت نغتنم الفرصه، ما بدي راني هنا. شربت ماء زمزم بنيه الشفاء وتحسنت الحمد لله. جوزنا العمره تاعنا يعني كما لازم، ورجعنا للجزائر بعد 21 يوم. خلينا واحد الشوق تماك ما يحس به غير اللي جربوا. كي كنت في الطياره بكيت واحد البكاء تاع اطفال، ولكن الحمد لله اللي ربي وفقنا لهذا الشيء. رجعنا للبلاد واستقبلونا في المطار، يعني اهلا وسهلا. بعدها رحنا للدار، لقينا عجوزتي موجودة كلش، خملت لي الدار بيحفظها وعدلتها. وبعد أسبوع كان لازم نحضر باش نسجل في الجامعة، يعني لازم نخرج ورق وكذا. نسيت ما قلت لكمش، خيرت علم نفسي عيادي. سجلت الجامعة وكلش، وهادوك الأيام جوزتهم بالسيف، كان هذاك التعب يروح يولي. ونهار تجيني حالتين وليت شليقة. زكريا قال لي راكي ماكيش نورمال، لازم نديك للطبيب. وانا نقول له غير التعب. قال لي والو يسموك تنوضي تروحي للطبيب. اداني، وكانت المفاجأة على بالي راهي في بالكم واحد 6 حامل وانا الاخبر وعندي 2 شهر. طبيبة قالت لي اول مرة نشوف واحدة يعني ما تجيهاش الدورة الشهرية، يعني 2 شهر ومريحة. قلت لها كنت 3 أيام مع امور ما انتبهتش. قالت لي ما قالوا لكش تما كي رحت للطبيب؟ قلت لها قالوا لي تسمم وعطوني ادويه وقالوا لي ارتاحي. وعاودت دارت لي ليك وقالت لي مادام الادويه هادو ما بدوهم لك يعني خطر على البيبي، كنت قادره يعني يطيح لك. قالت لي مازالك في الريسك لازم ترتاحي. قالت لي مغرف ما ترفديهاش، تنوضي غير البيت الراحه حشاكم. ومدت لي فيتامينات وقالت لي لازم نزيد نشوفك بعد الشهر الثالث. خرجت من عندها وبلا مقدمات. قال لي واش كاين واش قالت لك؟ انا بديت نضحك، قلت له اونسانت. خزر فيا. قال لي وشنو؟ قلت له اونسانت، ياك رانا مزوجين؟ لا. قال لي هكا تقوليها نورمال؟ واش؟ قال لي امو ديري لي مقدمات على خاطر دوك قلبي راح يحبس. صح راكي اونسانت. قلت له والله غير اونسانت وعندي 2 شهر. طالب بالفرحه، مات بالسعاده. كنا مولي للدار يسوق شغل سلحفات، ومهبطين السياج تاع الطوموبيل. يقول لي هو انا مهبطاته، قال لي ما تتحركيش غير تكسلي، شغل خايف عليا. وكل ما نجوزوا على دودانه يتقلق ويبدا لا حول ولا قوه الا بالله. ما فهمش هاد لي دودان من نخرجوا كامل اول مره نشوفهم. واحنا دائما كنا نجوزوا من نفس الطريق وانا ميته بالضحك. قال لي من اليوم حاجه ما زيدي ديريها. قلت له اصلا قالت لي ارتاحي. رحنا للدار وقلت لهم كامل فرحوا معايا. وعجوزتي تقول اول مره راح يجيبوا لها حفيد، حطتني فوق راسها كي هي كيختو. كانت تجي طيب لي وتغسل لي وتنقي لي الدار. الحق ناس داري نعم، الناس يحبوني يموتوا عليا. نحير في العجايس اللي يديروا الشر، وماما مسكينه كل يوم تبعت لي ماكله طيبه، تشري لي حوايج البيبي ونقولها مازال الحال، وتشري لي الطفل والطفله.
مرت لوسي الكبير ما عجبهاش الحال، كيفاش هادي كامل قايمين بها وراهي تفيس وراهي تزيد عليها وكامل ولدنا وكذا. دارت لي مشاكل لا تعد ولا تحصى. تجوزت حامي في الدواس والعياط مع هاديك، وعجوزتي مسكينه مرضت وطلعت لها لا طونسيون ولات ما تقدرش. انا على سعدي وليت نوض نخدم شغلي وحدي وما كنتش نحب حتى واحد يخدم لي، كرهت. كي وليت الطبيبه قالت لي راكي هايله وشنو حادري على روحك. تجوزت حملي كامل وحام وردان حشاكم ونحب غير نرقد، وين تحطوني نرقد، وزيد الجامعه والقرايه والدار وكلشي خلاص. دقت ومرت لوسي رايحه وتزيد فيه بالها، كانت حتى الدروج وتحاسبني بالداله، مع اننا كنا كل واحده بدارها وحدها وكل واحده ودخلتها، ولكن دارت فيا المنكر الله يهديها. كانت حتى طياب عند عجوزتي تقول لي شاوريني انا نقول لك واش طيب لها، انا اللي نعرف واش يحبوا، وانا غير ساكته كي البهلوله. كنا دايرين داله تاني على عجوزتي، كي مرضت نطيبوا لها ونسيقوا، مع انه بنتها ما كانش تخلينا يعني الداله، يعني الحق هي تقوم بيمها وهي كلش. كانت كي تكون دالتي تبدا دير فيا المنكر، طفي لي سوبريسور تاع الماء، نعشي طالعه هابطه في الدرج نعمر في الماء، ولا طيبت كاش حاجه نديرها في الفريجيدار تعاود تجبدها وتخليها حتى تقراص وتعاود تردها. مره كلا منها شيخي الحق للسبيطار تخيلوا، وراجلي كان يشوف بعينه كي قال خو حكم مرتك داوس معاه وقريب ضربوه على جالها. انا عييت خلاص ما قدرتش، وعجوزتي مسكينه غير ساكته وتقولي ما تعانديهاش. قلت لراجلي اديني لداري نريح حتى نولد الدار عفوا، خاطر ما قدرتش الحقت الحدي وكرشي غير تزيد تكبر. قالي نديك يامات تريحي ونعاود نردك. كيما كان الحال رحت ريحت يامات، وكي جاي يديني رحنا باش نشوفوا جنس الجنين، وكان الطفله كيما كان حب زكريا. رحنا عند عجوزتي نقول لها ماتت بالفرحه، كانت بنتي اول حفيده طفله في العائله، الاخرين كامل كوره. فرحوا كامل، تقول اول مره تجيهم حفيد. ومرت لوسي ماتت بالغيره، ولات كل دقيقه مشاكل وعياط، وكي نهضر معاها تبدا تخبط وترمي في الماعن. لحقت خطره حتى رفدت يدها باش تضربني وحكمتني من شعري وتسحب فيا وانا بكرشي هكا، كنت في السابع تكركر فيا من شعري وانا نبكي ونقولها تعيشي راني بالكرش خافي ربي. حتى دخلت مرت خويا اللي هي لوستي وسلكتنا، عيطت لخوتها زكريا وخوه، قالت الراجل ها دوك دير حل مرتك على خاطر راح تهبل. دخلت لقيتها شاده المرا كرشها لفمها وتسحب فيها، هبلت وهي يا خاوتي تكذب فينا في وجهنا، زعما تفهمني عليها وشغل كذبنا. وراجلها يعيط ويقول حقرت ولي مرتي، وجا شيخي بزعاف قال له ارفد الزبله تاعك حشاكم وخرج. وكبرت الحكايه وكتر العياط، وعجوزتي حلفت قالت والله ما نزيد تعتب عندي هنا وما نسحقهاش تدخل داري. وحنا كنا ساكنين كل واحد والطابق ديالو، شغل باطيمه هكا. وبدات حسبي الله ونعم الوكيل. قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك انتي اللي مرمتيني وانا كرشي لفمي. بدات تعيط ما تتحسبيش عليا وما درت لك والو. المهم تخلطت هذاك النهار وصاي انا عييت خلاص وما وليتش نقدر نروح القرايه، استخرت ربي وحبستها، والتعب غير يزيد عليا خاصه شهر الاخر. تمرميت لك حل، ما جيت نولد حتى وليت نحلل يا بنتي تعيشي خرجي. مسكين زكريا كان وين يدخل يلقاني مبرطحه في الارض ونبكي، يسقسيني عليها نقول له خلاص جهنم ما حملتش السخانه هذه، حبيت نولد. مسكين يعشي رافدني ومديني للشمره، وليت يعني نسي اي حاجه نشوفها باش نولد. والقابله كنت كل يوم نعيط لها 10 مرات في النهار، بحكم كنت مديسيديا نولد في الدار، وكنت ندير زعما جلسات تنفس وسبور والدنيا مع الاخر، لا تنفس لا ماساج لا ندب. كنت نعيط لها ونقولها تعيشي حبيت نولد واش ندير، وهي تشبه لي ضحك. الحق نهار الولاده كنت واقفه في الكوزينه ندير كاش حاجه ناكلها، وبديت نحس بالم شويه يحبس ومن بعد يعاود يولي شويه ويحبس ومن بعد يولي، ولا غير يزيد من بعدها. انا حسبت لي غاز لانه مدارين يحكموني ونروح للسبيطار يقولوا لي كولو ماشي زياده. جوزت العشيه كامل هكاك، بعد فجاه كنت نغسل في الماء حكمني سطر عجيب وطرطقت السقيه عليا وبديت نعيط. زكريا كان راقد ناض يجري واش كاين قلت له راح نولد غاول، هو قاعد يشوف حكمه دوخه وانا مستر ما قدرتش، وقاعده نعيط تقولوا راح نولد الله يهديك. عيط لنسرين اللي هي القابله نعيط لها ما ترفدش، كانت عندها تاني زياده وانا كان المفروض نعيط لها كي بدا نستر. قال لي خلاص نديك لا كلينيك، راح يجري يلبس حوايجو وراح يجيب الطوموبيل. طلعت انا عند عجوزتي لا عفوا الصبروره تخلطت لي، راح يجيب الطوموبيل عند الباب. بعدها ولا يرفدني لقاني بدموماتي، بديت ديجا نولد. عجوزتي جات عندي وجات مرت خويا وماما يولدوا فيا، وعجوزتي كانت تعرف تولد وانا نعيط لربي اللي خلقني. وزكريا وقف عند الباب ويتفرج، انا وليت نشوف فيه ظلمه على اللي قاعد يخزر فيا وانا بالوجع، ونقول له استنى نولد وتشوف واش ندير فيك. ماما قالت لي ولدي بركم بعد ساهل. عافرت حتى الحمد لله خرجت أميمة.
بعد طول انتظار الحمد لله قاعده نضحك ما فهمتش علاش، وغير خرجت مدوها لي عنقتها، وجا زكريا يجري رفدها هكا قميص ابيض ولا كامل دم. الحمد لله اللي رزقنا هذا النعمه اللي بزاف راهم يستناو، ربي ان شاء الله يعمر كامل حجركم اللي ما عندكمش. المهم درنا لها العقيقه وعرضنا الحباب كامل وفرحنا ببنتها، كانت بنتنا عفوا كانت فوتوكوبي تاع باباها. تقول عطسها، قلت له ايه انا نرفد ونولد ونرضع وكلش وشبه ليك انت. الحمد لله ربي رزقني ورده، وكان بزاف متعلق بها زكريا وهي تاني. جازوا شهور، جات الكورونا أسوأ سنه في حياتي. قعد زكريا في الدار ما كانش يخدم كما بزاف ناس في هذوك الشهور، كان يخدم من الدار يعني يدير لا ليفريزون، واحيانا بحكم كان عنده محل تاع الاجهزه المكتبيه والخدمه بزاف قلالت. واحد المره راح ليفرا واحد الطابعه الواحد موراها بسمانه بدا يتعب وحكموا اعراض المرض يتسمى حكموا الفيروس هذاك. وعدانا انا وميمه مرضنا مرضى تاع كلاب، كنت غير في الدار بالتيزانات ولي فيتامين. كنا خايفين كما كامل الناس هذاك الوقت، والحمد لله تحسنا شويه، ولكن زكريا حالته كانت غير تزيد تدهور وتدهور. خفت عليه وكان يقول لي كلام قلبي يتزير، كان يقول لي تهلاي لي في والدية وتهلاي لي في أميمة، راني حاس مانيش مطول وانا قلبي كان مزير. تقول جبل فوق صدري ونقول ما كاين والو راك غير عيان شويه. زاد عليه الحال، وانا قلت للشيخ يديه لوبيطال لانه حالته كانت رايحه غير تزيد وغير يضعف، ونقصتو الاكسجين وزاد عليه الحال. دخلناه لوبيطال وقعدت تماك 4 أيام. تحسنت حالته بزاف، كان كل يوم يهضر مع أميمة في التليفون، هي غير أبا مدعش تهضر من با، كانت متعلقة به بزاف. اليوم الخامس توفى زكريا بدون سابق إنذار، توفى فرحة عمري، توفى السند تاعي وسند بنتي في هذه الحياة، توفى كتافي اللي كنت مدفية به، راني نكتب ونشحق يا لبن أختي. قالت لي جاتني صاعقة على قلبي، وزيد الطريقة اللي سمعت بها ما نتمنها لحتى واحد. ما قال لي يعني واحد ما قال لي كان مات في الليل وما حبوش يقولوا لي، نطفل الفجر صليت ودوشت، وبنتي دوشت لها تاني، بديت نخمل في داري نوجد في الوطور باش نروح نشوف راجلي، وانا ننفض في الكوفرطات في البالكون. انا كنت في الطابق الاول نسمع الجاره تهضر في التليفون، قالت لها ولا غير اليوم جاري مسكين صغير في العمر توفى بالكوفيد، قعد 4 أيام في لوبيطال وتوفى، خلى موراه طفله مسكينه ما بعام. انا سمعتها وقلبي حسيته يبس خلاص، والريق ديالي يا جماعه ما قدرتش نبلع وصايي. الهضره ما قدرتش نهضر، ما قدرتش والو، راح نعيط لعجوزتي، الكلمات ما حبوش يخرجوا، تقول راني نتخنق، الدنيا دارت بيا وطحت في الارض، ما فقتش كامل. شحال قعدت وانا مغاشيه، كون ماشي بنتي بدات تبكي وما حبش تسكت واحد ما يفيق لي بلي راني مغاشيه. فطنت عقلي ماشي مستوعب واش سمعت، نشوف غير في عجوزتي مسكينه تخبط في روحها، وجوزتي شاده بنتي وتعنق فيها وتبكي وما فاهمه والو، الدنيا تدور بيا. قاعده نقول صح زكريا راح وخلاني، صح راكم تكذبوا. طلعت لبيتي لقيت ماما وخاوتي عينيهم وخوخ من البكا، قلت لهم واش بيكم تبكوا؟ ما ماتش، غلطوا في الاسم برك، البارح كان مليح، خويا الكبير جا لعندي وعنقني قد ما عنده. قال لي ربي صبرك يا اختي. كنت حاسه حاجه توجعني في رقبتي، شتو كي تحبوا تبكوا وتشدوها هكا كنت نحس. قلت لهم معليش تخلوني وحدي. خرجوا قعدوا يستنوا عند الباب، غلقت على روحي الباب وطحت قدام البنك اجونو ونعيط ونبكي نعيط. قاعدة نتفكر في هذاك النهار ونشهق، قاعدة نخبط في البنك ونعيط يا ربي لا ما نقدرش يا ربي، صعيب عليا هذا الامتحان، يا ربي نحي لي كلش وخلي لي زكريا يا ربي، غير زكريا لا مازال ما فرحش ببنته. تجهلت هذاك النهار، الله يغفر لي، تجهلت، نسمع غير في خاوتي ويما يخبطوا عليا في الباب، تقول اختي لبنى سمحي لي نجوز هذه الفترة تاع وفاته، لاني كنت فكرها نتخنق وماناش حابه نعاود نذكر. ادعوا له ربي يرحمه ويجعله من اهل الجنه ويصلح ذريته يا رب. المهم درت العده تاعي في داري، وجا خويا ومرت خويا يقعدوا عندي باش ما نبقاش وحدي. عجوزتي ملي مات وليدها مرضت وما كانتش كامل تنوض من الفراش، كل حاجه تحتها، نسى الواسي كل وحده بدارها. مالا جا خويا ومرت خويا ولادهم يقعدوا عندي. أخرت عليا الدورة الشهرية وباينة وشنو حامل المرة الثانية، فرحت وبكيت وبكينا كامل. شيخي ما خلالي ما يخصني مسكين، وعجوزتي كانت ميتة بالفرحة رغم أن وليدهم ما كانش عندهم بزاف من اللي مات، بصح فرحوا لأنه كان يقول لهم حبيت ولد نديرو صاحبي ونديه معايا للمسجد. المهم في فترة حملي زاد مرض الشيخي وطاح بزاف يعني وتوفى الله يرحمه ويغفر له. موراها بواحد 40 يوم زاد توفت عجوزتي الله يرحمها ويغفر لها. مرت خويا قلبها بلت مسكينة، ولكن الحمد لله قضاء وقدر، والحمد لله أنهم كانوا ناس مؤمنين، وحمد ربي أنه زكريا يعني ربي وجهه للحق قبل ما يديه لعنده الحمد لله.
كي خلصت فترة حملي ولدت، كانت ولادتي سهلة على المرة الأولى، ما حسيت بوالو. وهاد المرة ما رحت للطبيب ما والو، ما شف جنس الجنين، وكنت حاسة باللي ولد. وكما كان الحال جبت ولد وسميته عبد الصامد، كما كان حاب زكريا الله يرحمه كان مسمي روحه أبو عبد الصامد. بعد ما زدت كثروا المشاكل في الدار والعياط، والواسي حاوزوني وحاوزوا خدهم ونحاول لي طونوبيل تاع راجلي وداولوا رزقه الله يغفر لهم. حتى حوايجي ما ديتهمش. مزيه مرت خويا كانت مخبيه مبلغ مليح في الكوفر تاع الدار، قالت لي نديه نخبيه عندي خاوتي ونعرفهم. قلت لكم حاوزوني من الدار، وانا رحت عند يما وبابا نعيش في دارهم. انا نقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ياكل مال يتامى. انا ما حوزتش على حقي لاني ما عندي ما ندير به، حبيت حق ولادي يرجع لي، على الاقل ندير لهم حاجه على اسمهم، باش الا انا مت ولا هذه الدنيا باش ما يتحقروش، لانه الناس اللي كانت صح تحبهم ماتوا وراحوا لدار الحق، وما زالني للدك في الشروعات معاهم. اكو تعرفوا الكوفيد دا كاع الناس. كنت نقول من زكريا وخلاص، من موراه ما نسحق حتى راجل. بصح راني نشوف ولادي يكبروا بلا اب، وراني حيره كي يبداو يعرفوا ويسقسوني على باباهم ويشوفوا الناس ولاد خوالهم وعمامهم كامل عندهم اب، انا وش نقول لهم؟ وزيد راني مرة وحدي حتى قريتي وما كملتهاش، هي الحمد لله، ولكن المسؤولية صعيبة خاصة في وقتنا هذا. جا خطبني صاحب زكريا وانا كنت بين نارين، بين ولادي وبين زكريا. حبيت اكون زوجته في الجنة ان شاء الله، بصح تان ولادي صغار ويستاهلوا يعيشوا كيما كامل الناس. مرت خويا قالت لي ريحان تزوجي وربي ولادك، وانا راهي جايتني بزاف ثقيله، ما قدرتش ننسى زكريا، ما قدرتش، محال نلقى راجل كيما هو، محال نقدر نحب واحد من غيره. خايفه نظلم نفسي ونظلم وليد الناس، وزيد خايفه نظلم ولادي الكبده تاعي. استاخرت وقلت اللي فيها الخير ربي يجيبها، وتزوجت بصاحبه، والحمد لله ربي ما خيبنيش، كان نعمل الاب لولادي، حاجه ما يعزها فيهم. هو تان عنده بنت اسمها ريما، دايرتها كيما بنتي، كيفها كيف ولادي، والحمد لله. دوك رانا نكبروا في ولادنا كيف كيف. هو كان الدواء لجروحي وجرح ولادي، انا كنت ليه العوض بعد ما طلق هو مع مرته، الحمد لله. ولكن جامي ما صارت بيناتنا حاجه، هو ما دوموندا وانا كيف كيف، عايشين كيما الاغراب. حتى الحجاب نلبسه قدامه، جامي نحي خماري قدامه، صح ناكلو كيف كيف، يعني نقصروا نضحكوا مع اولادنا، ولكن انا نرقد مع الدراري هو يرقد وحده. دوك بنتي ريما راهي تقول لي علاش ما يجيش ابي يرقد معانا، كي كانت يعني ماما كنا نرقدوا كيف كيف. مسكينه هي هكا، مسكينه هكا تعيط لي ماما، وانا ما نلقى ما نقول وما نلقى ما نجاوب، على بالي الشيء اللي راني ندير فيه ما يجوزش. بصح انا حشمت نقول واصلا ما قدرتش، وزيد هو ما طلب والو مني. بصح راني حابه ولادنا ريما واميمه وعبد الصمد يعيشوا في بيئه صحيه، مانيش حابه يكبروا بعقد في حياتهم. والله غير راني حيره واش ندير. انصحوني خاوتي في هذا الامر، وادعوا لي بزاف بزاف لولادي، ربي يصلحهم لي ويجعلهم فخر لباباهم. في الاخير نقول كل واحد قانط في هذه الدنيا لا تقنطوا من رحمه الله، ربي سبحانه ما يغلق باب حتى يفتح لنا 1000 باب وباب، والخير دائما فيما اختاره الله. وبارك الله فيك تقول حبيبتي لبنى على العبار اللي رانا ندوهم من القصص تاعك، وان شاء الله ربي يرزقك خير الدنيا والاخره، وإن شاء الله يرزقك فرحة الأطفال إن شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي في قصة جديدة.